السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، بص انا نفسي حضرتك تسمعني وتقول لي اعمل ايه. انا مش حاضر. عارفه اتصرف ازاي. حاضر. حضرتك انا متجوزه أيوة. بقالي 3 سنين وجوزي متغرب. أيوة. هو في غربه وكده، ومامته قاعده معايا من اول ما اتجوزت. مم. وانا بروح لماما، ماما معهاش حد وكده، بروح لها مره في الشهر اللي هو اقعد معاها يومين 3 وكده. انا من ساعه ما جيت حماتي هي اللي ماسكه المصاريف بتاعه من ساعه ما اتجوزت، من اول اسبوع جواز بعد ما جت قعدت معايا هي اللي ماسكه مصاريف البيت وهي اللي ماسكه كل حاجه والنجايب وكل حاجه. وانا سكت قلت زيها زي ماما، وان انا خرجت من بيت ماما. واللي لا مؤاخذة لا مؤاخذة ثانية بس واحدة، واللي بوقوق جنبك ده حد صغير؟ اه ده بنتي. مش عايزة تكاليف دي وبامبرز وهامبرز بتجيبها لها جدتها؟ هي بتجيب بتجيب لها البامبر. الحمد لله، بتجيب لها كل حاجة يعني، أنا بس بدي على سبيل المثال يعني. بتجيب لها كل حاجه. وبتجيب لك الشاي والسكر واللحمة والفرخة والبطاطساية ما هي اصلا والطماطم. قاعده معايا كل حاجه كويس. بتجيبها. كويس. كويس. كانت مشكلتي معاه ان ابتديت ان انا 2.5 سنين ما كنتش بقول حاجه وعادي وكده. أيوة. ابتديت ان انا لما انزل او كده محتاجه حاجه بسيطه في ايدي يعني. أيوة. حاجه بسيطه ان هي تبقى ليا. بنتي ابتدت تشبط في حاجات. أيوة. لما اروح عند حد وكده ابتديت ان انا حقك. حقك والله. ابتدى ان هو يقول لي طب وليه انا مش مخليكي عايزه حاجه. قلت له هو الدنيا كلها مش اكل وشرب. صح. مش هعيش طول حياتي ان انا اكل واشرب بس. أيوة. ابتدى ما خدش اي نتيجه. ابتديت ان انا اكلم مامته واتكلم معاها واخواته، قالوا لا ده ما لا ومش لا واحنا هنتكلم معاه. ما حصلش اي حاجه. أيوة. فض مجالس. فض مجالس يعني. وانا والله العظيم يا شيخ انا استحملت حاجات كتير معاه واستحملت حاجات كتير قوي، وقلت الحمد لله وكده، وان انا حرماني من ماما. اقول لك على حاجه مميزه. خلاص انا عرفت مشكلتك وسمعتك للاخر، بس اقول لك على حاجه وانت معايا، يا ريت تخلوها معايا. انا عايزك تجربي قلديني كده، وانا رايحه عند امي اجي احط ايدي على كتفها بالراحه كده واقول لها يا ماما، برضو زي ما بقول لامي يا ماما. مش انا رايحه عند امي وبحتاج اركب توك توك ومحتاجه اجيب منديل ورق، البنت تعمل حاجه كده رياله على بقها امسح لها عشان دي بنتك وبنت ابنك، باسلوب حلو شويه. انا مضطر اقول لحضرتك كده واقول لملايين البشر كده، الاسلوب بيفرق. والله العظيم ما بكذب على حضرتك، وربنا يقعده لي في بنتي. طب انت عملت كده معاها مره؟ انا فعلا انا اصلا بتعامل معاهم كده. حتى بعد ما اتكلمت معاها هي ما كانتش راضيه بالوضع ده، واتكلمت معاه. ابتدى ان هو يديني حاجه رمزيه، حاجه رمزيه جدا. أيوة. ابتدى بعد ما خدت الحاجه الرمزيه بعدها بشهرين عايز يخليني اعمل باقه التليفون اللي انا بكلمه منها. عايزني ادخل كل حاجه منها. ابتديت ان انا اتكلم معاه ان ده ما ينفعش. ابتدى ان هو يشد معايا، وانا مش عايزه اعرف اهلي حاجه، ان انا على ان انا اصلا في ال3 سنين دول ما عملتش اي مشكله ورحت الاهل غير مره واحده، ربنا يشهد عليا. بعد 3 سنين كان بيكلمني باسلوب وحش، انا ما اعرفش اي حاجه عنه. اخته اللي ماسكه كل حاجه واخواته. اخته ولا امه بقى؟ رسيني على بره. اخته. لا ان هو بيبعت لها هي، بيديها هي كل حاجه، بيعمل معاها كل اللي هو هي اللي عارفه كل حاجه عنه. ديون مصاريف مش عارفه، انا ما اعرفش حتى بيقبض كام، ما اعرفهاش. مش مدخلني في حاجه. ولما جيت اتكلمت انت ما بتعملش معايا كده ليه، قال لي انا ما بخبيش حاجه وما فيش حاجه، وهم اصلا بعرف ان هو جايب شقه وجايب حاجات ومش معرفيني بيها. مش عايزه اعمل مشكله، وعماله اقول خلاص اما ينزل بالسلامه اللي هو خلاص ما تسافرش واقعد معايا. بس بيعاملني بطريقه غريبه. حتى بيقعد يتكلم معايا اللي هو حتى اتكلم معاه طب بالراحه، طب نتفاهم. طب انا برضو اتحرمت منك، انا لسه عياله صغيره، انا 20 سنه ولسه عاوزاك وي والكلام ده. ممكن يقعد بالاسبوع ما يكلمنيش، اللي هو لا انت ما عملتيش بالمصروف اللي انا قلت لك عليه. طب مصروف ايه؟ انت بتديني 300 400 جنيه عايزني اعمل بيهم كل اللي انت عايزني اعمله ده. طب انت اديتهولي ليه؟ لمثلي تعبت ومش عارفه اعمل ايه. هقول لك تعملي ايه. الاول اقول لمثل هذا